ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا التلاجة عاملة ايه، يلا بينا نروق التلاجة. اللهم صل وسلم على حبيبي رسولي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. ميرسي لكل اخواتي وحبايبي وكل الناس اللي بتشرفني وتشترك في القناة. ميرسي على لايكاتكم وكومنتاتكم، ويا رب ابقى عند حسن ظنكم، ويا رب قناتي تعجبكم، وان شاء الله تشرفوني ونبقى احلى اخوات واحلى صحاب في الدنيا. بصوا بقى التلاجة. يا قلبي لو شفت التلاجة كده بزعل قوي. طبعا أنا التلاجة دي بعملها مرة في الشهر بصراحة، وبينهم كده لو في حاجة وحشة حاجة ركناها بقوم رميها، بس انا سبتها كده عشان ايه اعملها معاكم. طبعا بقى طلعت كل اللي عرف كده وبفضيه، كل حاجة بفضيها، الحاجات اللي انا مش محتاجاها بفضيها، اللي ينفع تتحط تاني بحطها. هتقولي انت قعدتي كده ليه؟ هقول لكم قعدت بقى عشان احباب الله ما يخشوش جوه التلاجة. وحشتوني قوي والله يا حبايبي، يعني لو بتتفرجوا عليا ميرسي قوي 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 اللي انتوا بتتفرجوا عليا وبتشوفوني، كتر خيركم والله. بصوا بقى، غلبني بقى الحاجة اللي انا طلعتها كده، اطلع بقى الرفوف واروح بيها على الحمام اصبنها بقى هناك. بصوا ده كان معلق شوية، شايفين بقى؟ شايفين تلاجة معفنة. طبعا معايا سلك خشنة كده، انا فاصلة طبعا التلاجة، معايا بقى سلك خشنة كده، هفضل بقى ايه اضحك كده. متنسوش يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان تشتركوا كل جديد احنا بنعمله. صلوا على النبي يا حبايبي، متنسوش تفتكرونا بدعوة، واحنا في ايام مفترجة، كتروا من الدعاء وكتروا من المزدكة وربنا يرزق الناس كلها يا رب. وكل واحد محتاج جنيه ربنا يرزقه 10، كل واحد ربنا محتاج طفل ربنا يرزقه 10 أطفال. يلا ربنا يرزق الناس كلها يا رب، واحنا مقدمنا كمان. بصوا بقى انا نقلت كده الناحية التانية. بصوا لما بتحطي عليه شوية مية، هو ده كان الدوا واقع فسبته شوية مية فك على طول. شلت بقى الرفوف، انا الرفوف اللي فوق دي ما شلتهاش لان فيها حاجات بتاعت جوزي كده في الشغل، فهو سيبها في التلاجة، فمرضتش اجي جنبها وانزلها عشان العيال ملعبوش فيها بصراحة. قلت في مرة تانية كده يبقى هو خد الحاجات دي مع الشغل وانا ابقى اعملها. بس كده بدعك بقى. طبعا ده صابون اللي هو بريل، ده فري او لا فيبا وشوية كورولوكس الوان وشوية اوكسي. ودعكت بقى، جيت على الحمام بقى مسكتها بقى كده ايه، ومرش يا بت مرش، دعك نزلت فيها دعك لما بلها صاحب او ما بلهاش بصراحة لان انا صاحبتها. افضل بقى كده زي ما انتوا شايفين. عاملين ايه في الجو الساقع ده؟ الجو الساقع ده يا جماعة، ايه ده احنا غلبنا روسيا ولا ايه؟ الجو ده مش قادرة اقوم من تحت البطانية بجد. انا قمت عملت الحاجات دي لاني كنت سقعانة قوي، كنت بصراحة عايزة اجل التلاجة شوية، بس لما لقيت الجو ساقع كده قلت قومي يا بت تعملي اي حاجة، تفضلي قاعدة كده مش تسكتي. بصراحة استغلت كمان ان جوزي اجازة، قلت بقى يقعد مع العيال شوية، راح سايبهم ونايم وانا اتدبست فيهم برضو. قلت يا ريتني ما عملت حاجة. قلت له خلي بالك من العيال عقبال ما اعمل التلاجة. قال لي عينيا حاضر، انا هاخدهم ونخش الاوضه التانية. دخلت لقيته نايم والعيال جم. جماعه كلكم بيحصل لكم كده ولا جوزي بيضحك عليا؟ بيقول انا واخد الاجازه عشان استريح مش عشان اقعد بالعيال. قال لي جماعه ربنا يعمر بيوتنا كلنا يا رب، ويرزق الناس كلها يا رب، اللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي عايزه عيل ربنا يديها 10 يا رب، يرزقكم بالذريه الصالحه امين يا رب العالمين. بصوا كده طبعا سرعت الفيديو جريته لان بقى تلاقوني بزعق وبروح هنا وباجي هنا فقلت لا، هو بسرعة كده يخلص معاكوا قوامك. طبعا بقى صبنته. بص لقيت المية ضعيفة قوي،
قعدت اشيل الفلتر ده واشوف كده في حاجه ولا لا. بعدين رحت فتحت محبس الميه لقيته كان مقفول، مش مقفول يعني، كان مش مفتوح على الاخر. فالميه بص تحسها ضعيفه قوي. تقريبا بنتي وهي في الحمام بدل ما تفتح الحنفيه بتاعه الشطاف فتحت الحنفيه بتاعه المحبس. بس الميه ضعيفه جدا. جماعة المية بتقطع عندي كتير اوي اليومين دول، عندكم انتوا كمان كده ولا انا بس؟ اكتبولي كده في الكومنتات. الناس اللي ساكنة في دار السلام او حدائق المعادي. بصوا لما رحت فتحت المية ازاي المية بتقطع. هسيبهم بقى كده يتصفوا وعقبال ما اروح انشف بصوا بقى البتاع اللي تحت دوت انا دعكاه بس سايبه فيه المية زي ما هي، عشان ايه لو في حاجة لازقة ولا حاجة بتفك بالمية على طول. بس هلمها كده اهو. صلوا على النبي يا حبيبي، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. اتفرجت معايا لحد هنا، متشكرة جدا انت كملتوا فرجة معايا، بجد متشكرة جدا انتوا اتفرجتوا معايا لحد هنا ووصلتوا لحد هنا. وصلت لحد هنا بقى حط لايك بقى واكتب لي كومنت حلو وقولي تسلم ايديكي. دي بنتي طبعا حبيبتي، بس بتأكد بحطه صح ولا لأ عشان ما يقعش. طبعا فضيت الطماطم على بعضها والخيار وحطهم في نفس البتاع ده. بترمى لسه الشطة ده كان فيه خضار فمرضيش اطلعه بصراحة، ربطت بس الكيس اللي فيه في حاجة باظت ولا حاجة طلعتها. او تروحوا مني في اي حتة كملوا معايا الفيديو، مش الفيديو طويل. بصوا يا جماعة جايبة ليمون ايطاليا ده الكبير قوي ده، مش عارفة اعمل بيه ايه. لو معاكم عندكم طريقة حلوة ياريت تقولولي اعمل بيه ايه، لاني لو فرزته مفرزة ليمون كتير قوي في التلاجة بصراحة. بس بقى الجبن حطيتها فوق. ده كيس صلصة هقوم دلوقتي اعمل بيه الاكل. ده حمص، كنا جايبين حمص امبارح، كنا نقعد عند بتاع الحمص نشرب، بعدين قلت له الجو ساقع على الولاد. بصوا قريب بتلعب تقولي غمضي عينيكي وبعدين تطلع لي كيس اندومي تقولي ايه والان مع المفاجأة الكبرى. ايه بص كل شوية تقولي غمضي عينيكي وتفاجئني يعني بكيس الاندومي اللي معاها. هروح بقى اجيب الاتنين اللي هنا في الباب. بصوا يا جماعة الجو ساقع اوي على العيال والله، الجو صعب اوي. بصوا قايمين بقى بتقولكوا حطوا لايك. شايفين الحلاوة والجمال دي؟ الله اكبر، ربنا يحميكي يا بنتي يا رب. الله اكبر، اللهم صل على النبي. بصوا بقى طبعا طلعت مواعين وكان عندي مواعين فيلا بقى بينا نغسل. المواعين يا جماعة بتولد والله، مش عارفة عندي بس ولا عند الناس كلها، بس والله المواعين بتولد. بصوا بقى انا بحاول افضي الحوض شوية عشان املى فيه، هو كل اللي فيه صواني يعني، ما عنديش مواعين كتير على قد ما عندي صواني. بصوا ده كان عندي تورته بتاعت راس السنه كل سنه وانتم طيبين، فكنت حطاها في الطبق ده فكنت نقعاه. الحله دي برضو كنت عامله فيها فشار، ف نقعتهم بقى. طبعا كان في فشار وقع في الحوض، اغسل بتاع كده اللي بحط فيها الصابون معاكم. بصوا يا جماعه انتوا بس هو انا بس اللي بقلب الصابون ولا انتوا كلكم كده؟ بحب ادخل الصابون مع الميه يبقوا حاجه واحده واشوفه بقى تقيل مش تقيل. طبعا ده انا زقيته وانا بنزل البتاع. جماعة في طريقتين لغسيل المواعين، قولوا انتوا بتستخدموا انا طريقة يعني. انا ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده، اللي هو اغسلهم كلهم وبعدين اشطفهم، يا اما اغسل واشطف مرة واحدة. قولوا انتوا بتعملوا انهي طريقة كده.
الجو ساقع ولسه ما دخلناش على طبق المشير. هنعمل ايه ده العظمه كبرت قوي قوي. شوف بقى الكوبايه معاكم واشيلها. بصوا مش لاقي كلام اقوله بصراحه، حاسه ان انا تعبانه وعايزه انام. عماله اقول يا بنت امسحي التسجيل دوت وبسجلي بكره، بس مش قادره والله. كل شويه اقول يا بنت انت ايه اللي دخلك اليوتيوب، يا بنت انت ايه اللي دخلك ما كنتش تتفرجي على الناس وانت قاعده تحت البطانيه ونايمه، ايه اللي يخليكي تقعدي تعملي مونتاج وتسهري لما العيال يناموا؟ الحوارات دي يا بنت انت مش قدها، روحي نامي. بس اقول ايه، يمكن ربنا يجعل لي فيه مصدر رزق ولا حاجه، يمكن ربنا يرزقني منه، ويمكن فاهمين كذا حاجه بقى كده. اقول يا بنت ايه معلش، قومي يا بنت منتجي الفيديو، قومي يا بنت سجلي. مش عارفه والله يا جماعه، حاسه اليوتيوب تقيل على قلبي قوي، لاني كل حاجه بقعد اصورها، كل حاجه بقعد اصور يلا نصور، كل ما اعمل حاجه يلا نصور. التصوير بصراحه مرهق. لما كان حد على اليوتيوب بيقعد يقول التصوير مرهق ومش عارفه ايه، كنت بقعد اقول ايه المرهق ده، بيفتحوا الكاميرا وبيفضلوا واقفين. بس والله فعلا تصوير متعب جدا، اللي هو انت بتروحي تلبسي مخصوص وتروحي تقفي. ممكن تلبسي خمار، تلبسي اسدال، بس برضو يعني انا عشان الجو كان حر اوي، الجو مش حر يعني فمستحمله الطرحه وكده، انما افرضي في عز الصيف هيبقى الجو عامل ازاي. وبقى الكاميرا محطوطه فانت بتاخدي بالك من كل حركه بتعمليها، بتاخدي بالك مثلا. يعني انا لما جيت اعمل تلاجة مرضتش اوطي، رحت قاعده في الارض. فاللي هو لا يعني لو انا واقفه وقاعده كده كنت زماني خلصت من بدري، لكن القعده برضو بتقل الواحد. فبصراحه يعني ربنا يكون في عون كل الناس اللي راحت اتجهت لليوتيوب ده. والله هو مصدر رزق كده، وربنا يرزقنا كلنا يا رب. الدنيا غالية ولازم الواحد يساعد حتى لو بحاجات بسيطة، حتى لو مش هيدخله فلوس، بس ادي الواحد بيحاول. الواحد عنده شغل الحمد لله وعنده وظيفته ربنا يديمها يعني، بتسند في، بس برضه اول واحد يقول اهو يجرب حظه يمكن ربنا يرزقه. دي بقى اللي كان فيها التورته. بعد ما كلنا التورته بقوم حطاها في البتاعه دي كده، هي ليها غطا، واقوم حطاها بقى في التلاجة. وقت ما نبقى عايزين بنطلع ناكل عشان ما تنشفش، انما لو سبتها كده بتنشف. على فكره لسه عارفه المعلومه دي مؤخرا، كنت بحط التورته كده وتنشف واقطع الحته اللي نشفت واكل بعد كده. النهارده بقى كان فطارنا رنجه، المفروض كده ما نزلتش الرنجه وانا بعملها، المفروض ان احنا فطرنا رنجه، المفروض كانت هتنزل بس انا نسيت احطها في البتاع فمش هحطها خلاص. فبصوا انا هعمل ده وهعمل التانية، وهجيب بقى النوعين بتاعه الرنجه، هجيب لها بقى سلكه تانية وانضفها. مش عارفه دي الصواني دي معرفش ايه اللي بوسخها والله، يعني الصواني ديت لما بيعمل عليها لون مبتطلعش خلاص. دي بقى اللي هي تحت دي الزفرة، لا دي مش الزفرة، دي كان عليها فشار تقريبا او فنكوش. هدعكها بقى كده كويس واقوم حطوها. بصوا لو الدنيا في منتهى السهولة كده. جماعة اشتركوا معايا في القناة يا جماعة، خلونا نكبر بيكم، اشتركوا معانا. بس بقى دي ليفة تانية انا عاملاها كده للحوض، ولو في حزفار ولا حاجة، لاني برجع اعمل عليه تاني بستفنجات تانية. ميرسي لكل واحد فضل بيتفرج عليا لحد اللحظة ديت، متشكرة جدا ليك، وميرسي من قلبي ان انت اتفرجت عليا كل دوت. دي بقى البيئة اللي هي مطرح الرنجة، كنت راكناها لوحدها لحد ما اغسل المواعين اللي عندي. ممكن انزلها لكم في فيديو بكره، يعني مش فيديو النهارده، فيديو بكره ممكن انزل الرنجة، حطها كده في اي حته، او ممكن احطها بعد دوت. كفايه كده الفيديو هيبقى طويل قوي،
بصوا انا بقى كده شطفتهم بقى. هجيب بقى الليفة التانية بغسل بيها مواعين واقوم بغسلهم تاني عشان برضو ريحة الزفارة. صلوا على النبي حبايبي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دعكي يا بت دعكي. جماعة متعرفوش الصينية اللي هي الألمو السلستين ديت مبقعة كده؟ انا دي كنت ركنيها اصلا ما بستخدمهاش، لسه مطلعاها من تحت السرير. عمالة ادعكها بالسلك وبالليفة مش عايزة تروح خالص، اللي هي اللي عاملة زي النحاس دي القديمة دي. هغسل بقى الحوض وهغسل السيراميك والحنفية زي ما انتوا شايفين كده بقى. في حاجة بقى في الحوض بطلعها عشان اغسله كويس. لقيت طبق كنت ناسياه فغسلته كمان. يا رب يا جماعة يبقى الفيديو خفيف كده وظريف عليكم. دي بقى بغسل الحوض وبظبط بس التليفون. غسلت الحوض كده معاكم بالمرة، يعني زي ما المواعين اتغسلت هو الاخر يتغسل، يعني ملوش اهل يعني يسألوا عليه يتغسل زيهم كده. حبيب قلبي نبقى خلاص 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 قربنا نخلص، فاضل لنا بس حتة السيراميك الصغننة دي ونبقى كده خلصنا. معلش الفيديو طويل عليكم شوية، بس والله ما حاولت اسرع، بس مسرعتش قوي عشان تبقى التفاصيل باينة. ما تنسوش تحطوا لي لايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان نكبر بيكم وان شاء الله نبقى قد الدنيا. متشكرة جدا لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي. بالمية بقى كده وهدلق. طبعا شايل الارض عشان لو المية وقعت على الارض ولا حاجة. كده نبقى خلصنا. استنيكم بقى في فيديو تاني، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وباي باي.